عزيزي فراس، لك رح أحاول جاوبك. السؤال الأول: أشكال الأدب الشفهي الرئيسية المتواجدة بلبنان. أولا الزجل ما زال حي، يتجدد من جيل لجيل لليوم. وحتى يعني في السنوات الأخيرة دخل عنصر المرأة، إنه صار عندنا نساء زجالات في الحفلات العامة. الزجل أولا، الأمثال الشعبية ما زالت حية، والأمثال الشعبية في ظاهرة أنه الأشخاص يستعملونها حين ينتقلون من سن الطفولة إلى سن الكبار الناضجين. هذا مؤشر للدخول في عالم الكبار، استعمال الأمثال الشعبية. هناك النوادر، مثل نوادر جحا، قرقوش، أبو النواس وغيره، أيضا تلعب دور مهم في الموروث الشفهي. هناك الحكايات والسير. بتقديري بلبنان الحكايات العجائبية التي تحتوي على غيلان وجن هي الأكثر انتشارا. بعد تأتي حكايات الذكاء والحيل، الحكايات التي ينجح فيها الضعيف من خلال الحيلة والحنكة، مثل حكايات الشاطر حسن، ينجح في أنه يواجه المجتمع والصعوبات. هناك أيضا بتقديري أنا هذه الأقل انتشارا، حكايات الحكمة والحكايات الصوفية. السير انتشرت لسنوات وقرون ببلادنا، خاصة عنترة وأبو زيد الهلالي، السير الهلالية. لكن عنترة نحن بلبنان أكثر من سير الهلالية. عنترة لكن من يعني السنوات الأخيرة حتى العقود الأخيرة اختفت عمليا. احتمال اختفاء أنه طولها، وأنه ما عاد في إمكانية سماع على أشهر سيرة. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني حول الموروث الشفهي وأهميته. الموروث الشفهي مهم لأنه يشكل من خلال تنوعه زجل، أمثال شعبية، نوادر، حكايات، سير وإلى آخره. يعني هناك جوانب أخرى لك. فإذا هو مهم لأنه يشكل من خلال تنوعه منظومة أدبية وتثقيفية متكاملة. هذه المنظومة تساهم في تكوين الإنسان إلى جانب الأدب المكتوب. في السنوات الأخيرة في بعض البلدان الغربية، فرنسا مثلا، اكتشفت أنه غياب الموروث الشفهي يشكل نقص في تربية الأطفال. هناك تجارب حاليا تنتشر وتتوسع، تجارب متعددة لإعادة إدخال الحكاية الشفهية مش المكتوبة إلى المدارس. يعتبرون أن الموروث الشفهي، العمل الشفهي، ينمي مناطق من الدماغ لا تنميها الكتابة. اثنين بيتكاملوا. الحكاية الشفهية تنتقل من إنسان لإنسان ومن جيل لجيل طوال مئات وأحيانا آلاف السنين. هذا الانتقال من جيل لجيل، من إنسان لإنسان، يبقيها حية، يبقيها في حالة تطور مستمر. تتطور الحكاية مع تطور حاملينها. طبيعة العمل الشفهي تفرض أنه كل ناقل لحكاية، كل ناقل للعمل الشفهي، آه، كل ناقل لهالأدب المتنوع، آه، يكيف حسب تجربته الخاصة ونظرته للحياة، وحسب نظرته للعلاقات بين البشر، ونظرته للعلاقات بين البشر وبين محيطهم من حيوان وطبيعة وغيره. هكذا شوي شوي، شيئا فشيئا، كل حكاية بتصير حاملة بطياتها تجارب الأجيال السابقة. غناها يأتي من هذا الجانب. إضافة لهذا الأمر، الحكاية تنقل معلومات ومعارف وقيم علمية وعملية ومجتمعية ومفاهيم مشتركة لكل مجتمع. كل مجتمع له حكاياته تحمل معلومات ومعارف وقيم ومفاهيم مشتركة للأشخاص اللي بشكلوا المجتمع. هناك نقطة أيضا ممكن نضيفها حول أهمية الحكاية. الحكاية تعلم وبنفس الوقت تحترم حرية ونضج المستمع. الحكاية لا تفرض رأي،
الحكاية تقدم أحداث ومعلومات بصيغة لطيفة ومحببة، وتترك للمستمع حرية استخلاص ما يقدر على استخلاصه. يمكن أن يكتفي المستمع بلذة الاستماع وبتطوير خياله، وممكن أن يأخذ حكمة أو نظرة فلسفية تساعده في الحياة. في مجتمع كمجتمعنا، مجتمع يحاول فيه الكثيرين يقولوا للآخرين كيف يجب أن يفكروا ويتصرفوا ويأكلوا ويشربوا ويناموا ويقوموا. في مجتمع كهذا مهم جدا أن يكون هناك مساحة للتفكير والاختيار الحر. هذه المساحة هي مساحة الحكاية. بالنسبة لسؤالك الأول، علاقة الدين بالحكاية والحكاية بالدين وأدياننا الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلامية، وعلاقتهم بالكلمة، الجواب له عدة جوانب مش جانب واحد. هلا كل الديانات، دياناتنا نحن الثلاثة ذكرتها أو الديانات الثانية السابقة أو الديانات الأخرى يعني غير دياناتنا الثلاثة السماوية، كل الديانات لهم علاقة بالكلمة والحكاية. الديانات كلها حاولت تفسر خلق الكون وخلق البشر وخلق الطبيعة، الخلق، قصة الخلق. الديانات كلها حاولت تفسرها وفسرتها بشكل ديني. الديانات كلها، الهندية، الأفريقية، الهنود، أمريكا، يعني كل الشعوب بدياناتها كان في تفسير للخلق، وحكوها على شكل حكايات أو يعني الميثولوجيا. نحن بمنطقتنا يعني السومريين كان عندهم، الكلدانيين كان عندهم، البابليين كان عندهم، كانت مختلفة متواصلة كانت المعتقدات، الحكايات اللي تفسر الخلق. وكل يعني ديانات المنطقة وصولا لليهودية كان في يعني الحكايات ميثولوجيا تفسر الخلق. هلا الحكاية الشعبية بتقديري مختلفة. بتقدير الحكاية الشعبية ما إلها علاقة بالدين، ومعظم الأحيان كانت يعني معاكسة للدين السائد ولا المعتقدات الدينية السائدة. وحتى يعني بالنسبة للديانة الإسلامية، الحكايات الشعبية ما كانت النظرة إلى النظرة الدينية نظرة إيجابية. يعني معروف أنه ببداية المساجد كان في حكواتيين، مثل ما في علماء لهم عمود ولهم زاوية، كان في الحكواتيين لهم زاوية، فطردوا من مجال من مساحة المسجد، لأنه كلامهم ما كان في سيطرة عليه. يعني كلامهم كان في حرية ما تلائم الديانات السائدة. فأنا بتقديري الحكاية الشعبية ما إلها رابط مباشر مع الدين. هلأ الديانات كلها اللي ذكرتهم، اليهودية، المسيحية، الإسلامية وغيرهم، حتى يعني الديانات الأخرى، كلهم استغلوا الحكاية، وأحيانا أخذوا بعض الحكايات الشعبية وعطوها هيك يعني دهنوها عطوها لباس ديني، لأنه بيعرفوا أنه الحكاية سهل تناولها وإلى تأثير بالواقع، بالقلب وبتفكير الإنسان. فكل الديانات هذه يعني مش خاصة بديانتنا نحن، كل الديانات أخذت حكايات شعبية وأعطتها لباس ديني معين. لكن قسم كبير من الحكايات اللي بنحكيها اليوم يعني متواجدة قبل اليهودية والإسلام والمسيحية بكتير، وما زالت عايشة، أحيانا بلباس ما له علاقة بأي دين، وأحيانا يعني بس بقصة الحكمة والإنسانية. بعض الحكايات بتكون بلباس يعني عندنا بلبنان بعض الحكايات فيها لباس إسلامي بالمناطق الإسلامية ولباس ديني، بس هذا غطاء خفيف. يعني الحكاية بجوهرها الشعبية ما لها علاقة بالدين مباشرة. ومعظم الحكواتيين كانوا يبلشوا بعد لحد هلا بالبلدان العربية بالصلاة على النبي، مشان يقدر المرء حكوا، مش لأنه الحكاية دينية. الحكايات الشعبية ما لها علاقة مباشرة بالدين بنظري. هلا الكتب السماوية، الكتب الدينية السماوية وكتب الديانات الأخرى تستعمل الحكاية، لأن الحكاية يعني هي وسيلة نقل مهم جدا للمعلومات وللأفكار والمعتقدات والإيديولوجيا.
فمشان هيك اعمل لك انه ما في جواب واحد، في عدة جوانب للجواب. بتقديري كل الديانات استعملت الحكاية بدون استثناء، دياناتنا وغيرها، الحكاية لأنه أقرب لفهم الناس، وتحمل بسهولة القيم والمعتقدات والنظرة للكون وللخالق. لكن الحكاية الشعبية بتعريفها كحكاية شعبية، مثل يعني مثلا لك نحن ببلادنا حكايات الغيلان والجن وإلى آخره، إجمالا ما لها علاقة بالدين مطلقا مطلقا مطلقا. بعض الحكواتيين، وهذا تدخل شخصي بتقديري من الحكواتيين، بيحاولوا يعطوها طابع ديني بإضافة بعض الجوانب على الحكاية. واجمالا هذه الجوانب اللي تضاف يعني ليست من اصل الحكايه، اذا شلناها تبقى الحكايه ماشيه. يعني اذا شلنا الغطاء الديني تبقى الحكايه ماشيه عاديه طبيعي، يعني ما بينقصها شيء ثاني. هذا حول الدين. غير هيك مثل ما قلت لك هلا، بالقران، بالانجيل، بالتوراه، في حكايات كثيره، في يعني ال وفي ناس مختصين بسرد الحكايات الدينيه. في بعض السير مثل العاشوراء، يعني طبعا طابعها ديني وتحكي قصة دينية، لكن هذه يعني وضع خاص لسيرة رجل وعائلته مهم لناس، لطائفة كاملة. ويعني هذا وضع مختلف. او بنحكي مثلا سيره الانبياء، سير الانبياء، هذا سير الانبياء مش حكايات شعبيه، هذه مختلفه عن حكايه. تقديري الحكايه الشعبيه مختلفه فعلا، وما لها علاقه اصلا بالاديان. بلادنا هي بلاد الشرق الأوسط، التقسيم الجغرافي، لبنان وفلسطين وسوريا والأردن، كلها تقسيمات حديثة، وحكاياتنا مشتركة، وموروثنا الشفهي مشترك بهالمنطقة. أحيانا حتى خاصة بالحكايات بيتعدى لحدود العالم العربي لتركيا وإيران وشمال الهند. عندنا حكايات كتير مشتركة، يمكن سافرت من منطقة لمنطقة، بس إنه عندنا حكايات كتير مشتركة مع الأتراك ومع الفرس ومع الشمال الهند. معك حق توسع. بالنسبة للحفاظ على البيئة، أكيد المثل عم تعطيه عن حاتم طي صحيح. بيرجع كل الميثولوجيا القديمة اللي بتحكي عن أهمية الطبيعة وعن أهمية الأنهار. حكيت عم تحكي عن النيل. النيل يعتبر هدية من الآلهة للبشر. أهم من هيك بالميثولوجيا الفرعونية المصرية القديمة، الإله إله الشمس هو اللي رسم النيل ليعملوا مركز للأرض، يعني العمود الفقري للأرض. وقت خلق البشر وتواجدوا البشر حول النيل وعم بعيشوا كانوا حياة فقر، قدم لهم هدية الفيضان ليلقح الأرض ويغنيها. فهي العلاقة المباشرة بين الإنسان والبيئة والفطرة، كان يعتبر فيها الإنسان نفسه جزء من البيئة، ويعتبر أنه الجبال والحيوانات والنباتات والأشجار والأنهار هي جسد الإلهة الأولى أو الإله الأول اللي تحول إلى قمر وشمس. يعني كل هالميثولوجيا القديمة بتذكرنا أنه الرابط الإنسان بالأرض رابط حياة، أنه حياة الواحد مرتبطة بالتاني، وأنه التعدي الزايد عن اللزوم على الطبيعة بندفع ثمنه. هذه بنلاقيها بكل الميثولوجيات القديمة. بالنسبة لسؤالك الثاني، الحكاية والذكاء الاصطناعي، سؤال مهم، سؤال مهم بالوقت الحالي. لكن هالأسئلة إجمالا كانت تطرح مع كل تطور تقني جديد. الوقت اللي بلش هيك الكمبيوتر يتعمم، الحاسوب يتعمم، صار في برامج كيف الطفل ممكن يختار، يعني الولد أو الطفل أو الشاب أو الاختيار اللي بده، يعني كيف الإنسان ممكن يختار عناصر
ويحطها مع بعضها وتطلع حكاية وتنطبع حكاية ويقراها. يعني أنا عايشت تجارب من هالنوع، وكنت يعني شاهد إنه تهم الأطفال أو الأولاد أو يعني المراهقين اللي كنت أتعامل معهم. أنا تعاملت مع أولاد من 6 سنين ل 18 سنة بمشاغل من هالنوع. فالاهتمام مبسوطين طلعوا حكايه بس، ولا اي اهتمام للحكايه، بعدين بيرموها بالزباله. ما حدا، يعني انا ما شفت مره واحد احتفظ بالحكايه اللي عمل له اياها الكمبيوتر. هلا الذكاء الاصطناعي خطوه جديده وخطوه اهم يمكن واسرع ومتطوره اكثر يعني. لكن بس اذا بنرجع تاريخيا انه ما في اختراع جديد ما أقلمت الحكاية معه. مثلا طلعت الكتابة، الحكاية كتبت، حتى السومريين حطروها على الحجر، المصريين على ورق البردة، الصينيين كمان. يعني كل الحضارات القديمة بس اخترعت اسلوب لحفظ الاشياء، حفظوا من اللي حفظوا الحكايات. طلعت المطبعة طبعت حكايات، اجت الراديو والتلفزيون صار في مجال ايضا ليحكوا الحكايات. ف ولحتى الان الانترنت يعني بتطلب بحكايه هنديه بيطلع لك 20 حكايه هنديه، على 20 2000 حكايه هنديه على الحاسوب. انا بتقديري الحكايه مشكله من 3 شغلات، من 3 عناصر. اذا غاب عنصر منهم ما بتقعد حكايه. بتكون توثيق للحكاية، بتكون تكييف الحكاية على السينما، على التلفزيون، تكييفها على الكتاب، تكييفها على الذكاء الاصطناعي، هذا تكييف للحكاية. بعض الأحيان بتكون صورة فقط للحكاية، مثل صورة فراس هو عمره 5 سنين وصورته اليوم، هو فراس بنفس الوقت بس كل مش نفسه بعده. لأقول لك بس شغلة هيك واضحة، الحكاية بالنسبة للحكواتي تتألف من عناصر 3: النص الحكاية يعني النص الأحداث، النص الحكواتي، والحاضرين والجمهور. يعني ما نستعمل كلمة الجمهور كثير الحكواتي إلا بالحكايات، بنقول الحضور. النص يعني القصة، الحكواتي والحضور. إذا غاب أي عنصر من هالعناصر بالنسبة لنا ما في حكاية شفهية. الحكاية الشفهية مؤلفة من، يصبح هناك حكاية شفهية وقت اللي بيجتمعوا هالنقاط الثلاثة. إذا ما اجتمعوا النقاط الثلاثة ما في حكاية شفهية، في حكاية مكتوبة، في حكاية مقروءة، في اللي بدك إياه، بس منا حكاية، منا الحكاية الشفهية. الحكاية الشفهية شيء خاص، ومن بداية ما بنعرف قصة البشرية لليوم هي الحكاية، هي لقاء بين نص، بين قصة، وبين حكواتي، وبين حضور. إذا غاب أي طرف بطلت في حكاية. فعظيم جدا الذكاء الاصطناعي يمكن يخلي الناس تتعرف على الحكايات أكثر وتاخذ فكرة عن الحكاية، لكن ما عم تسمع حكاية. الحكاية لا تستغني عن الحكوات. وقت الانترنت انتشر كل الناس كانوا يسألونا انه ممكن الحكاية تعيش بعد الحكوات يعيش بعد الانترنت. يعني ما شفنا عودة للحكاية ونشاط للحكاية مثل ما عم نشوف من 40 سنة وجاي. يعني كانت الحكايات، كانوا الحكواتيين عم يختفوا من كل أنحاء العالم، رجعوا بنشاط غير معقول هلا عبر المهرجانات بالعالم، عم يتزايد كل سنة مهرجانات الحكاية. فما في خوف، يعني ما في خوف تنتهي الحكاية. الحكاية طالما هناك بشر آه رح تضل الحكاية موجودة. الحكاية هي علاقة متينة بين البشر، يعني مستحيل تختفي طالما في بشرية. فما في خوف على الحكاية، بالعكس ممكن الذكاء الاصطناعي يساعد بنشر الحكاية وبالتعريف على الحكاية وبزيادة عدد الحكواتيين، مثل ما الانترنت ساهم بهذا الموضوع. هذا رأيي بهذا الموضوع. التحديات التي تواجه الحكاية في ظل العولمة والتكنولوجيا الحديثة. الحكاية إجمالا تحمل نوعين من الرسائل: رسائل إنسانية عامة، هذه رسائل مشتركة لكل شعوب الأرض، قيم مشتركة ورسائل مشتركة لكل شعوب الأرض. هناك رسائل خاصة بكل، داخل الحكاية رسائل خاصة بكل ثقافة وبكل شعب. أحيانا هناك قضايا خاصة وجوانب ثقافية خاصة بكل منطقة داخل نفس البلد. هي كله بتحمله الحكاية، بتحمل هالشقين: شق إنساني عالمي واسع، وشق خاص. آه هذه التعددية بجوانب الحكاية بتشكل غناها، بتشكل غنى كبير.
وبتجعل لكل حكاية صيغ متعددة. هالصيغ بتتشابه بجوانب وبتختلف بجوانب تانية. هاي التعددية هي نقطة قوة عند الحكاية. بالخوف انه تدفع العولمة والتكنولوجيا الحديثة الى تغليب صيغة من صيغ الحكاية على الصيغ الاخرى، انه تغلب صيغة وحيدة لانه يجري نشرها شكل اوسع. وهذا النشر بصير احيانا على حساب الصيغ الاخرى. اذا حصل هالامر يكون هناك افقار للحكاية ولفن الحكاية بشكل عام. كذلك يعني ممكن قد تعطي التكنولوجيا انطباعا بأننا لم نعد بحاجة لحضور الحكواتي المباشر، بما أننا يمكن أن نراه ونسمعه على الإنترنت أو غيره. مع أن الحضور الإنساني للحكواتي والعلاقة المباشرة مع المستمع ضرورية وأساسية ولا غنى عنها. كل ما عدا هالأمر، يعني الحكاية المقروءة أو المسموعة على شبكات التواصل، بالنسبة إلي تبقى صورة عن الحكاية وليست الحكاية. هي صورة تحفظ الحكاية كأرشيف بانتظار أن يحييها الحكواتي بحضوره الشخصي. هل يمكن أن تشكل العولمة والتكنولوجيا فرصة للحكاية؟ بالنسبة لي بالتأكيد هذه فرصة إيجابية. الحكاية عبر التاريخ من بداية ما بنعرف التاريخ، عبر التاريخ تكيفت مع تطور الإنسانية واستخدمت كل الاختراعات والاكتشافات الجديدة، من الكتابة على الورق أو الحفر على الحجر في بلاد سومر، وفي الصين وفي مصر، كل الكتابات القديمة في بلادنا الفينيقيين. الحكاية استخدمت كل وسائل التواصل الجديدة اللي اخترعت، من كتابة لوسائل التسجيل، الشرائط والسي دي هلا، والتصوير من التلفزيون للسينما وصولا إلى الإنترنت. هي استخدمت فعلا وتأقلمت وتكيفت مع كل الاختراعات والاكتشافات الجديدة. يمكن القول أنه العولمة والتكنولوجيا الحديثة تأثيرات إيجابية كتير على الحكاية. لو أخذنا فقط الجانب العملي، نشوف أنه هذه التطورات بتسهل الوصول للحكاية من خلال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. اليوم سهل لأي إنسان بأي مكان بالعالم، سهل أنه يطلع على حكايات من كل شعوب العالم، من كل شعوب الأرض، وممكن يسمع ويشاهد عروض لحكواتيين من كل الثقافات فعلا. إلى جانب هالأمر، وسائل التواصل الحديثة بتساعد بنشر وبتوثيق الحكاية. كل هذا مهم، شرط أن يكون في خدمة الحكواتي، لأنه لا حياة ولا تطور للحكاية من دون الحكواتي البشر. هل التقيت أنا في حكايات عن الديمومة، عن البيئة، عن الحفاظ على البيئة؟ بالنسبة لي الحكاية ليست خطابا مباشرا. الحكاية تقول الأمور دائما بشكل غير مباشر. إذا اتفقنا على هذا الأمر بيكون الجواب نعم. هناك حكايات، أنا التقيت بحكايات لدى العديد من شعوب العالم، وربما يكون موجود عند كل شعوب العالم، وهذا الأرجح. حكايات تتكلم عن خطورة عدم احترام البيئة، حكايات تتكلم عن التأثير السلبي لاستعلاء الإنسان على الطبيعة واستغلاله الزايد عن اللزوم للطبيعة وللبيئة إجمالا. هناك مثلا حكايات وميثولوجيا القبائل في الجزائر، حكايات الميثولوجيا القبائلية تتحدث تماما عن هالموضوع، عن تأثير الإنسان بالبيئة واستعلاءه عليها، وكيف البيئة قطعت علاقاتها بالإنسان لأنه الإنسان استغل زيادة عن اللزوم واستعلى عليها. فبتقديري هناك حكايات بكل يعني كل الشعوب حول هالموضوع.